السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ طبعا قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا النهاردة، احنا بنتوجه بالشكر لكل اخواتنا وكل اصحابنا طبعا على دعمهم المتواصل على قناتنا. طبعا يا داليا كل واحد بيكتب لنا تعليق احنا بنشكره على تعليقه، لان هو طبعا بيكلف نفسه ان هو بيكتب لنا تعليق وبيوضح لنا الصورة. فعلا والله بيتواصل معانا. فالنهارده يا داليا بقى انت جايبه لنا ايه؟ النهارده معانا فيديو جميل جدا يا بيسو. طبعا انت بس طب انت كمصري ايه رأيك عن المغرب يا بيسو؟ المغرب يعني انا ما زرتهاش، لا بس بناء على بناء من خلال الفيديوهات اللي انا شفتها بامانه قولا واحدا كلمه واحده بس اقول ايه، انا نفسي اروح المغرب. ماشي يا باشا. ليه بقى؟ علشان الناس دي فعلا طيبه الناس دي عندهم الكرم زايد، وبعدين البلد اصلا بعيد عن نظافه المغرب بجد بعيد عن الجمال على فكره. ما في بلاد كتيره جميله، بس انا ممكن تبقى في بلاد كتيره جميله بس كمقابله وكتروح هتلاقي ناس مش كويسه. ما انا بقول لك المغرب بجد يعني ما ينفعش ما تطرحش. جميله جدا طبعا، جميله كل شيء، جميله بنفسها بامانه. هم اللي عملوها، جميله هم اللي خلوا اسمها كده وخلونا نتكلم كده. المغرب فعلا تسحر يا باشا بامانه في مكان تاني. هنشوف مع بعض يا باشا النهارده بقى ايه يا دنيا؟ مشارقه وهما بيتكلموا عن المغرب طبعا من كل مكان. طب هندخل يا جماعه نتابع الفيديو ونشوف الناس دي بيقولوا ايه عن المغرب. احنا اتكلمنا عن المغرب ماشي، ندخل بقى نشوفهم هم قالوا ايه عن المغرب. خلي بالكم يا جماعه، احنا بنحب طبعا الناس تتفاعل معانا بالتعليقات على الفيديو، لان احنا طبعا يا جماعه بنحب نقرا التعليقات حتى لو ممكن ما اقدرش ارد على كلها، بس بفهم منهم برضو بعض. ايوه ماشي، بعرف برضو الحاجات اللي هم ناس كتير بترد علينا في التعليقات. فاحنا طبعا بنحب نعرف، لان احنا يا جماعه دي تبادل ثقافات. عايزين نفهم، نعرف حاجات كتير عن المغرب، لان احنا صراحه يعني بدانا اهو، يعني حاجه ان شاء الله. وما تنسوش يا جماعه بقى تعملوا لايك، انزل اعمل لايك للفيديو ماشي. يلا بينا نشاهد الفيديو بقى. عندنا واحد من الشباب اليوم في الخيمه جالس يعطينا محاضرات عن وحده من البلدان، والشباب تحمسوا وياو تبوا ركبه هني وينصتون عن المغرب، عن بحب وود عن المغرب. ايه فما شاء الله سوالف المغرب. ريال يروح بالرقاص. لا شوف المغرب دائما تتكلم عن المغرب، شوف العالم كلهم صح، كلهم التموا سعيد. شوف نعم، لان السمعه والمغرب. نعم عنده فيديو في تيك توك مليون شيء يمدح المغرب. اكيد 100,000 مليون. بالله الله يرحم لك الوالدين. كدير شيء لاباس صح مزيان، كدير مع الصيحه وفين غبرت علينا وصار لك جوج سيمانه غابر خويا، وما تغبرش خويا علينا كثير. وجينا في بني من الله النهار الكبير اللي يشوف فيه خويا ونطيب لك الطاجين اللحم بالبرغوغ والزيتون والخضار. برغوغ؟ بالبرغوغ. ما تبى برغوغ؟ وجوج برارد مشحرات، واحد بالتخليط والاخر مسوس، ونزيد لك واحد براد بالنعناع خويا. بس جينا النهار الكبير بحي الاطلس. ما شاء الله 20 سنه شي سوت. وانا خويا نحمق على المغرب ونموت بزاف خويا. البلاد ديالي بلاد الوالده ديالي ما شاء الله. الله يرحم لك الوالدين. شفت الناس، شوف الحين هذه انا شوف الحين دموا احنا نحبون المغرب. ايوه الحين لو ما تكلمت عن المغرب سعيد ولا واحد بي، كلهم ياسين يلعبوا لي ورقه ولا ياسين لي ما شاء الله ياسين ربي يصلي حافظه. وانا طالع تحت ادور سبتايتل. هذه المغرب سعيد يا اخي. انا صح ان شاء الله انك تقاوينا المغرب. انا ساير ان شاء الله بعد شهر، وان شاء الله انك المغرب. لا مشغول الشهر 12. لا خليك اي مشغول. بوديك طنجه، بوديك بني ملال، بوديك وجازات تنغير. ما بخليك اي بلاصه في المغرب. نوديك العيون قرقاره خويا. اخر المغرب بنوديك بتشوف المغرب بعينك، مش تروح لي مكان واحد ويالس بتحوط وبتحب. انا رحت الرباط وعيبتني صراحه. ها مكان واحد. انا انصح الرباط الحين جميله رشيد. زين، يقولون وايد السياحه العائليه فيها زينه. وانا انصح والله صدق الحين اودي عيالي والله. انا تبين نصيحتي؟ اودي عيالك. وين وصلني واحد في السناب ما اعرف اسمه خلفان مزروعي، قال لي يا اخي انا اشوفك ما خليت عيل ما تعرف. لا صبر. لا انا ما اعرفه والله. دخل علي في السناب واعطيته واحد دريب اسمه سفيان في مراكش. والله حوط المغرب في 10 ايام اسبوعين شو ارتاح من المغرب يعني. وكلمني موسمها متى، صيف ولا شتاء؟ انا انصح من شهر 2 وشهر 3 و4 جميل. الصيف حلوه ولكن تعرف حراره بسيطه بعض المدن، يعني نحن نقول المغرب يقولون الصهد فيها، الصهد اللي هو الحر. ولكن انا انصح من شهر 2 وانت رايح. المغرب جنه. زين، انا ما ريلي على ريل المعرس. انصح كل واحد يشيل عياله وحرمته ويروح. والله ريال قال لي كل ما قلنا حق واحد، انا اقول خلهم يبون عيال، قال كل ما قلنا حق ريال يجيب حرمه والله جبرت انه ياخذ بيت ولا شقه. بيت ولا شقه. سكر خلنا خطك
بعطيك بعطيك كل الاشياء عن المغرب يا ريال. ما زي وين ياخذون العالم هناك شقق وبيوت؟ وين ياخذون؟ فين؟ وين تنصح هناك الواحد ياخذ، بياخذ شقه ولا بيت ولا؟ بتاخذ صراحه. عندك دقيقة عندك الرباط. انت بتاخذ شقة هناك شو بتسوي انت؟ لا عشان تصير ترد. والله العظيم يا سعيد، والله لو رحت والله ما المغرب. ادخل البيت مع السلامة. اقول لك سوالف مش سوالف. لا خلي لا. لا لو رحت المغرب سعيد والله بتعشقها يا شباب. والله بلد جميل. يلا يا نكس. طبيعه، يلا. اكل، جو، حتى الاوزون موجود عندنا. ما شاء الله. رايك في الكلام ده يا باسم؟ كلام كبير. اعترافات رسميه بالورقه والقلم. ده حتى لدرجه البسني بقول له يا عم هذا بيتكلم مغربي، بيقول لي يا شيخ ده هو قلت له بس دي لهجه مغربيه. ما هو بصراحه داليا يعني سيبك من اللهجه بقى، يعني هو اتكلم عن الكلام عن المغرب نفسه. بيقول لك من شهر 2 وانت ماشيه تطلعي المغرب اكنك في الجنه بعينها بقى. بيقول لك غير كده بقى بيقول لك الحر. انما هي على المستوى العام البلد جميله. بقول لك جميله، حتى بيساله بيقول له ينفع اخد العوايل؟ قال له انا اللي بقول لك خدهم. ولا هلففك المغرب كلها، كل المدن المغربيه. لا بامانه يا داليا هم يستحقوا من الاشاده ويستحقوا من كل طبعا. لانه بيتكلم والدته تقريبا مغربيه. امه بيقول لك الوالده مغربيه. الوالده ديالي مغربيه صح؟ الوالده ديالي دي كلمه مغربيه. ما هو بقى حافظ من امه بقى متهيألي بقى كده غاليه، مش جده. جده طبعا والبيت كلهم هناك في المغرب. الاخوال بقى وكلهم مغرب. العيله يعني العيله كلها في المغرب طبعا. خلونا نكمل مع بعض يا جماعه الفيديو، بس ما تنسوش يا جماعه تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. يلا بينا. أكبر دولة عربية تمتلك هذه الثروة من الغابات هي المغرب. ثانيا تعال بقى نتكلم بصراحة. المغرب أكثر أحقية باسم أم الدنيا في نظري. أليس غريب أن مصري يقول لا هذه الحقيقة؟ اسمح لي، ما هو يجب أن يكون الاسم على مسمى. أنا هتكلم، أنا طبعا أنا مصري وأحب مصر الحمد لله، ومصر أنا يعني خيري من لحم كتاف مصر زي ما بنقول. لكن تعالى نتكلم عقلانيا شوية بالمنطق يعني. أنا حتى معايا خريطة لو تسمح لي أتكلم من خلال جيولوجيا وجغرافيا. تعالى نقول العالم، مش احنا كنا بنقول زمان إن العالم كان قارة واحدة قبل ما يحصل التقسيم الموجود الحالي للقارات؟ كنا بنقول لو الكاميرا تيجي حتى على الشاشة دلوقتي، اسمح لي تمسك معايا الخريطة ونقول إن دي أمريكا الشمالية ودي أمريكا الجنوبية، مش كده؟ ودي قارة إفريقيا ودي قارة آسيا وأوروبا. لو احنا عملنا بقى زي ما كان زمان كده وضمنا الأمريكتين لإفريقيا، حتى نلاقي التقسيم طبيعي، حتى داخل ده هنا في التجويف اللي هنا ونفس الكلام هنا. وهنسحب البحر الأبيض المتوسط ونسحب المياه الموجودة في المحيط الأطلنطي، وكذلك نسحب المياه الموجودة في البحر الأحمر، ونضم الكتلة اليابسة كلها لبعضها زي ما كانت تاني، ونضع ايدينا عشوائيا في وسط العالم، هنلاقي ايدينا فوق المملكة المغربية. يبقى جيولوجيا وجغرافيا المغرب هي أم الدنيا. لأن لو رجعنا العالم زي ما كان تاني وفضينا المية اللي بين القارات وجعلنا القارات كلها كتلة يابسة واحدة صافي. طيب لو خدنا عينة من شمال غرب أمريكا الجنوبية وجنوب غرب أمريكا اللاتينية، وخدنا عينة تانية من التربة ومن العناصر ومن المعادن من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، من جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، هنلاقي سبحان الله كأنها نفس التربة كانت كتلة واحدة وانفصلت، نفس العناصر والمعادن بالضبط كما هي. يبقى أنا بثبت تاني جيولوجيا وجغرافيا إن المغرب أم الدنيا، لأنها كانت تقع وسط العالم القديم تماما، وأخصب أرض ممكن تطأ رجلك عليها هي أرض المغرب. الغريب إنها بتمتلك تربة متنوعة، عناصر كم من العناصر والمعادن غير موجود بهذا السخاء في أي دولة تانية في العالم. الغطاء النباتي الكثيف والمتنوع، هذه نقطة خطيرة جدا. أنتم عندكم أغطية نباتية لأكثر من فصيلة من النباتات مش موجودة تانية في أي مكان تاني في العالم، ونادرة جدا. تعال بقى نتكلم عن طبيعة التربة. الأرض هنا سبحان الله لا عندكم بسم
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على هذا البلد، جميل نظيف مرتب. شوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا النظافة والترتيب. شوفوا والله العظيم تقولون لوحة، هاي لوحة رسم ما شاء الله. تبارك الرحمن تبارك الرحمن، الله يزيد ويبارك، الله يحفظ هالأرض والشعب والملك وكل شيء والوافدين على هذه الأرض المقيمين، الله يحفظ كل من على هاي الأرض. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا النظافة، شوفوا الترتيب. قل لك المغرب مغرب جميل كل شيء. أصور وأطلع هاي الجمالية، أراوي الناس اللي ما جايين للمغرب وما شايفين. شفت الكلام يا بسو؟ كلام كبير. يعني مصري وبيعترف بيقول هم الأحق اللي اتقال في حقهم ان هم ام الدنيا. ام الدنيا. بقول له يا عم الحاج وهو اصلا المذيع قال له بقول له ازاي انت مصري وبتقول ان المغرب تستحق لقب ام الدنيا؟ ده اللقب دوت بينطبق على مصر. المصريين. قال له ماشي، لان اللي احنا بنشوفه في المغرب رغم بيقول لك ان انا كتافي من مصر وكل حاجه، بس احنا كتافه من مصر، بس هو بيتكلم يا داليا بقى عن الاماكن والتنظيم. شافوا في المغرب والاستثمار والشعب وكل من يمة الشعب والطيبه ماشي. بس هو بيتكلم برضه دايما من اقتصاد واستثمار وسياحه واماكن نظيفه. بلد جميله جدا. هو بصراحه اتكلم يعني على طبيعته. الراجل ما تجملش الكلام. هو بيقول اللي هو عايز، يعني مثلا زي ما انت بتقول على طبيعته. كل واحد بيعبر بطريقته. هو رايه وقال طبعا. والعراقيه اللي هي وصفتها بسويسرا واكنها طبعا صور مرسومه، اكنها طبعا حاجات مش حقيقيه، اكنها صور ولوحات مرسومه. بلد جميله جدا يا طبعا. وفيديو جميل. طبعا يا جماعه كده وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، ونتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. ويا ريت يا جماعه ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.